مشاعر لا توصف، يعرفها من يعيشها. سبحان الله، ما أجمل نسمات الشوق حين تذكيها مشاهد البيت العتيق. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يستحب للمعتمر قبل العمرة الاغتسال والطهارة، إزالة شعر الإبط والعانة، وتقليم الأظافر، وتطيب البدن دون أن يمس الطيب ملابس الإحرام، ببياض كبياض الصحيفة الخالية من الذنوب. يلبس المحرم الإزار والرداء. أما المرأة فترتدي ملابس تليق ببيت الله غير متبرجة بزينة. تبدأ رحلة الجلال من الميقات. في الطريق إلى مكة يمر كل معتمر بميقات قدومه. المواقيت المكانية هي: ذو الحليفة أبيار علي لأهل المدينة، الجحفة رابغ لأهل الشام، قرن المنازل السيل الكبير لأهل نجد، يلملم السعدية لأهل اليمن، ذات عرق لأهل العراق. وهذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. وأهل مكة يحرمون من أدنى الحل وهو خارج حد الحرم. ومن السنة مرور المسافر برا بالميقات فيعقد نية العمرة قائلا: لبيك اللهم عمرة. وإن خاف عدم تمكنه من الوصول إلى الحرم فله أن يشترط بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فأما المار بمحاذاة الميقات كالمسافر جوا أو بحرا فيجب عليه أن ينوي الإحرام عند المحاذاة، ولا يحل له تجاوز الميقات دون الإحرام. إذا أحرم المعتمر فلا بد أن يتجنب محظورات الإحرام، وهي: أولا قص أو حلق شيء من شعر الرأس أو البدن. ثانيا تقليم الأظافر. ثالثا تطيب البدن واللباس. رابعا لبس المخيط. خامسا تغطية الرأس. سادسا الجماع أو مقدماته. سابعا قتل الصيد. ثامنا لبس القفازين والنقاب للنساء. تاسعا عقد النكاح أو الخطبة. مهابة وحبا وإجلالا يدخل المعتمر البيت الحرام مقدما رجله اليمنى كما ورد في السنة الصحيحة قائلا: اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بمشاهدته الكعبة يتوقف عن التلبية ويتوجه نحو ركن الحجر الأسود ليبدأ الطواف من عنده. والسنة أن يقوم بالاضطباع، وهو أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن كاشفا عن كتفه الأيمن، وأن يغطي كتفه الأيسر بطرفي الرداء. ثم يبدأ الطواف بمحاذاة الحجر الأسود فيشير إليه قائلا: الله أكبر، الله أكبر. ويسن له لمس وتقبيل الحجر الأسود إن لم يكن في ذلك أذية لأحد، وإن لم يستطع استلمه بعصا أو نحوه وقبلها، وإن لم يستطع اللمس أو الاستلام وأشار إليه فإنه لا يقبل ما أشار به. يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه يجوز فيه الكلام. يبدأ طوافه بالحجر الأسود حيث يتم 7 أشواط تنتهي عند الحجر الأسود،
وينبغي للمسلم في هذا الموقف أن ينشغل بالذكر والدعاء، وأن يبتعد عن الخصومات والجدال والمزاح، فهذا موطن عظيم تغفر فيه الزلات وتعتق الرقاب فيه من النار وترفع الحسنات. ويسن للرجل أن يسرع المشي في الأشواط الثلاثة الأولى حسب استطاعته، وليس على المرأة ذلك. وإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر دون تقبيل، وإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر. ويسن للمعتمر أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد نهاية الشوط السابع يغطي المعتمر كتفه ويتوجه خلف مقام إبراهيم، فيصلي ركعتين إن تيسر له، وإلا فيصليهما في أي مكان في الحرم. ويقرأ سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص، قل هو الله أحد، في الركعة الثانية بعد الفاتحة. وبعد الانتهاء يمضي إلى المسعى، ويستحب له في طريقه أن يشرب من ماء زمزم، ثم يصعد الصفا قائلا: نبدأ بما بدأ الله به، تاليا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويتوجه إلى القبلة، يحمد الله تعالى ويكبره ويدعوه بخضوع قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويكرر الدعاء 3 مرات، ويدعو فيما بينها بما شاء، ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة ذاكرا ربه داعيا بما تيسر. ويسن للرجل فقط أن يسرع بين العلمين الأخضرين، فإذا وصل إلى المروة يدعو كما فعل عند الصفا دون تلاوة الآية، ليكون قد أتم شوطا من أصل 7 أشواط، ثم يعود إلى الصفا بالكيفية نفسها. وفي كل مرة يذهب فيها من الصفا إلى المروة أو من المروة إلى الصفا يحتسب ذلك شوطا، ويستمر كذلك حتى يصعد المروة في الشوط السابع. وللرجل إن أراد التحلل أن يحلق شعر رأسه كله أو يقصره، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة، وهي مقدار رأس الإصبع من جميع الشعر. وبهذا يحل للمعتمر جميع محظورات الإحرام. وعندما ينتهي من الحلق أو التقصير يكون بذلك قد أتم العمرة. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العمرة. أيها المعتمر، قد قدمت من مكان بعيد وتعبت، فاتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى الله بالدعاء راجيا أن يقبل منك.